مساء الخير على حضراتكم من جديد. بنرجع من تاني لاستوديو بيت العيلة، وبرجع مع حضراتكم من جديد بصحبة الدكتورة حنان رشدي استشاري الموارد البشرية. برحب بيك يا دكتور، نورنا النهارده. تابعتي طبعا الاسبوع اللي فات حفل افتتاح قناة السويس، ويمكن نشوة الفرحة يعني بهذا اليوم، واللي هو ما كانش فرحة بحفل قد ما هو يعني فرحة بإنجاز، فرحة بوعود بتصدق. يعني خليني الأول أتوقف مع حضرتك، وزي ما اتعودت معاكي تفسري لي كده نفسية المصريين. إيه اللي خلى المصريين ينزلوا الشوارع بولادهم، اللي معاه عربية أو اللي نازل بيتمشى ومعاه علم مصر بولاده، فرحان بجد ونازل بجد عشان هو حاسس إن في حاجة حلوة اتحققت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هاخد بس من بداية كلامك كلمة كويسة قوي وجميلة جدا، الإنجاز. احنا قدرنا كمصريين ننجز شيء من المفترض انه كان في ضرب المستحيل، وفي ناس كتير كانت بتعترض على هذا الشيء وبتقول مش ممكن هيتم في خلال سنة. وبالتالي كونه يتم في خلال سنة، وكونه يتم بالكفاءة اللي حطوا المعيار وقالوا على الكلام ده انه تم بكفاءة خيالية، وكونه يدخل الموسوعة وتشهد بيه كل الدول الأوروبية والعربية بكل هذه الجودة والإتقان والسرعة والكفاءة والإنجاز. المصري اللي قادر على فعل كل هذا من المفترض أن تستمر روح الإنجاز عنده لفعل باقي يعني المطلوب بالظبط في وطنه، في بلده، من خلال عمله، من خلال مكانه. ولكن اللي احنا شفناه من الفرحة ده شيء كويس، بس الفرحة دي زي ما ليها إيجابيات زي ما ليها سلبيات. يعني عايزة أقول أن من إيجابيات الفرحة هو الاستمرار إلى الأمام، هو أن أنا أقلد هذا الإنجاز، هو ان انا احس ان مفيش مستحيل، مفيش حاجه تقدر تقف قدام المقدره المصريه او الشخصيه المصريه. ولكن اذا وقفت الفرحه عند كونها فرحه فقط، وعند نقطه ان انا يوم اجازه ونزلت افرح ونزلت اهيص في الميادين، فكده تبقى الفرحه معطله وليست منجزه. فلازم كل شخص فرح في اليوم ده يحط لنفسه هدف. حضرتك بتنظري للموضوع النظره اللي هي ايجابيه وتؤدي الى انتاج، ده لازم، مش فقط نفسيه، ده لازم. والدليل على كده ان انا مش هقبل من اي مصري، انا كمواطنه مصريه، ولا من نفسي ولا من اي مصري هقبل منه بعد كده انه يقول ان انا عندي بعض المعوقات 1 2 3 4. اقول لا، انت انجزنا قناه السويس. ايوه بس وانت فرحت في هذا الانجاز. الوقت شارك فيه بقى، شارك في حاجات تشبه الوقت. ما تقوليش انه معوق، لان احنا هزمنا الوقت. الفلوس والماديات ما تقوليش انه معوق، لان احنا هزمناهم. ما تقوليش انه معوق العقول، لان اتعملت بعقول. واخد كلمه صغيره من الاغنيه اللي اتعملت في الحفله، وايادي مصريه واموال تمويل مصري. يعني في اغنيه ودي بصراحه انا بأشيد بيها جدا. يمكن اكتر حاجه عجبتني في الحفله الاغنيه اللي كان فيها الاطفال الصغيره وفي 3 شباب بيغنوا، كان بيقول قناه مصريه بايد مصريه باموال مصريه بعقول مصريه. اصبح ان انا النهارده المصري ما يقدرش يقول لي وهو في اي موطن او مكان عمل. طيب خلينا يعني نقف على محاور رئيسيه. اتفضل. ايه هو اللي يدعم هذه الروح ويعني ويضيف اليها ويجعلها يعني بادره كده لانتاج وتقدم للامام، وايه اللي ممكن يعني يعرقلها؟ علشان الروح دي تستمر، ايوه، لابد ان يكون في شخص في كل مكان وفي كل موقع يقود المجموعة اللي عندها الروح دي. يعني احنا بتنقصنا قيادة في اماكن كتير جدا. احنا في بعض الهيئات والمصالح والاماكن الحكومية فعلا انا بشعر انها بلا قيادة. حاجة مهمة القيادة، مشكلة ادارية جدا، فساد اداري لو جاز التعبير. اول حاجة القيادة اهم قبل الفساد الاداري. قائد يقود المنظومة في اي مكان واي موقع. مفيش قيادة، يا اما واهي الشخصية وضعيف الشخصية، يا اما ما عندوش بوليسي يمشي عليها صح. مفيش قانون، مفيش رولز. السياسة بتاعته وقد تكون السياسة مختلفة من مكان الى اخر، وهم بيشتغلوا في نفس المجال، ودي حاجة تستغربي لها في المصالح الحكومية. ده شيء مهم جدا. يبقى انا ينقصني القيادة، ينقصني حاجة تانية مهمة، الهدف المشترك. يعني احنا في مكان او في منظومة معينة، احنا في مبنى الاذاعة والتلفزيون، احنا في قناة النايل فاميلي، احنا في برنامج بيت العيلة. الهدف بتاعنا ايه؟ احنا نطلع البرنامج بصورة مشرفة ونقدم للجمهور توعية في 1 2 3 4 بالظبط. من اول حضرتك لغاية المعد لغاية المخرج لغاية اللي ورا الكاميرا للي قدام الكاميرا، يبقوا لازم عارفين الهدف ده ايه، وكلهم بيخططوا للوصول ليه.
تمام. يعني تحديد الهدف، يبقى القياده من القياده وتحديد الهدف وكل موجودين. الحاجه الثالثه بقى ودي مهمه قوي، احب ان انا اقولها لانها دي رخره من الموقات الخياليه في الفساد الاداري، عدم وجود معيار وتقييم. احنا ما حدش بيقيم حد ومفيش معيار ثابت. انا بقيم سيادتك بمعيار وبقيم زميله اخرى في نفس المجال بمعيار اخر. عندنا يعني مساله المعايير دي يعني المعايير والقيم عموما فيها شيء من الخلل. هتوقف يعني عند النقطه دي ان محتاجه جدا نتكلم فيها، لان هي اللي هتحدد طبيعه جوده العمل اللي بيقدم بعد كده. لكن في تقرير عدوا زملائنا حول التغيرات اللي حدثت في الشخصيه المصريه في العده سنوات الاخيره. نتابع مع حضراتكم مع ضيفتنا الكريمه هذا التقرير ونعود بكم من جديد لاستوديو بيت العيله. الفترة اللي فاتت مع الضغوط الاجتماعية والضغوط النفسية اللي حصلت بعد ثورة 2011 حدث تغيرات فسيولوجية كتيرة جدا في الشعب المصري، أثرت نفسيا على كل شخصية مننا، وبالتالي التأثير ده نال جزء من حياتنا، نال جزء من تفكيرنا، وبالتالي في تغيرات كتيرة جامة حصلت. السلوكيات السيئة اللي احنا كنا بنسمع عنها زمان وجدناها في المجتمع، الصوت العالي، الشتيمة، قلة الأدب، دي الحاجات دي واخد بالك ما كانتش متوفرة في الإنسان المصري العظيم، وبالتالي احنا شفناها دلوقتي في الشوارع، شفناها في شتى الميادين. علينا ان احنا نرجع للصورة المصرية العظيمة المحترمة. السلوك بيجي من ايه؟ لما يكون في حساب عقاب، يعني انا بحاسبك وعاقبك يبقى في سلوك غصب عنه هيتعدل، لكن طالما ما فيش حد بيحاسب حد يبقى السلوك هيزداد للسوء، يبقى لازم ننفذ القانون. التغيرات الى حد ما فيش اللامبالاه، يعني هو كان المواطن المصري كان الى حد ما مش فارقه معاه، اهو احنا عايشين وخلاص. بس دلوقتي لا، ابتدى المواطن المصري يبقى واعي، ابتدى كمان الروح المعنويه ابتدت تعلى شويه بالمشروعات اللي بتتعمل في البلد زي قناه السويس والمشروعات اللي هتتعمل قدام. فلا، في الى حد ما تغير هيحصل باذن الله. كل واحد يبدا بنفسه، يعني احنا كل واحد فينا يبدا بنفسه، ف ده المفروض علينا. فالمفروض اصلا يعني نغير من صفاتنا ونبقى على قدر من المسؤوليه. اللي اثر على الشخصيه المصريه المسلسلات اللي شفناها في رمضان، واخد بال حضرتك، الافلام الخليعه اللي لا هي قصه ولا كلام من ده، افلام تجاريه بحته بتدور على الربح. كل الحاجات دي اثرت على السلوك واثرت على المواطن المصري بالسلب مش بالايجاب. المنتج عايز يحقق ربح ما يهموش اللي هو بيقدم ايه، او ممكن ده بيقدم سموم للشعب. فالمشكله كلها محتاجين توعيه، محتاجين دعم، محتاجين الشعب المصري شعب محترم. لو تلاقى الدعم وتلاقى كل حاجه يقدم حاجات كتير جدا. نرجع مع حضراتكم. تابعنا بعض آراء يعني المواطنين المشاركين في هذا التقرير. الحقيقة يعني دكتورة حنان رشدي استشارة التنمية البشرية، بجد الترحيب بحضرتك، وشايفة يعني في عيونك تعليق على بعض الآراء اللي استمعتي إليها. بصي، في حاجات انا مؤيداها وحاجات بصراحه انا مش معاها. هو في هنا بعض المواطنين قال ان الشخصيه المصريه طرأ عليها التغيير، وان ما كانش عندنا زمان السلوكيات السيئه بهذه البشاعه. مش متفقه معاك. انا عايزه اقول بصراحه ان عمر ده ما هيتولد بين يوم وليله. هو السلوكيات السيئه كانت موجوده بالفعل، ولكنها كانت كامنه، وجدت التربه الخصبه عشان تطلع وتخرج. طب ليه ايام الثوره بتاعت 25 يناير ما كناش بنلاقي دوت، وكنا ما بنلاقيش بلطجي وما بنلاقيش حرامي وما بنلاقيش، يعني ما كانش في بودره في الجو فيها المدينه الفاضله يعني. كنا بننام وشقانا مفتوحه، وكانوا في شباب زي الفل بيحرسوا الشوارع، وكانت الناس كلها ملتزمه. الموضوع دوت حصل لان كل الناس بجميع طوائفها كانت شايفه انها هتلاقي مكان في وسط منظومه الشعب بعد ما كانت مهمشه. ايوه بالظبط. كانت هتلاقي مكانها في الصوره، فكانت بتظهر افضل ما عندها وتعبر عن نفسها بالزبط. وتشارك في صياغه مستقبل وطنها بالزبط. بعد ما كانت مهمشه بصوره كبيره، بتظهر افضل ما عندها وبتخفي كل السيء اللي عندها، لانها كانت متخيله انها هتبقى ظاهره في وسط الصوره. ودي فرصه كانت جيده جدا، يا ريتنا كنا استثمرناها. وللاسف ما كانش في قياده ساعتها في 25 يناير. انت عارفه كانت ثوره شبابيه، ما فيش تحديد اهداف ولا يعني تحديد مسارات. فبالتالي لما انتهت الثوره، المجموعه دي كلها اللي كانت
احنا متخيلين استنت انها استنت النتيجه. استنت النتيجه، فاحنا كنا ما متخيلين لقيتهاش. انها غيرت. لا هي ما غيرتش، هي كانت منتظره ومترقبه. كان فوجئت- كامل يعني ده كان قشره. بالظبط. ففوجئت اني يعني انا اعتذر ان اقول ان التورته اتقسمت مم. وهي مش في الصوره. اه الله، انا ما زلت مهمشه، ما زلت الفقير فقير والجعان جعان واللي حاسس بالظلم حاسس بالظلم، وكل الدنيا زي ما هي، ما كأن ما فيش حاجه حصلت. مم. فبالتالي مم. لا ده بقى رجع أسوأ من الاول، مم. لانه ما لقاش نفسه في وسطينا. مم. فمش عايزه اعيب عليه فقط لوحده، لكن هو المجتمع كله يشترك في الخطأ. يعني تقصدي ان قد تكون هذه السلوكيات بتحمل طبع العدوانيه ضد المجتمع، لانه يعني انا اديت المجتمع ده فرصه وهو ما ادانيش الفرصه دي. انا كان نفسي اخد الفرصه بالظبط. والمجتمع ما ادهانيش. مم. فهي لغه اقرب ما يكون انتقاميه. ايوه يعني هي انا شايفاها كده، ده بالمستوى الشخصي يعني. تمام. طيب هرجع للجانب الايجابي. أيوة. كنا توقفنا عند مساله المعايير، والحقيقه أنا يعني بعنا يعني بهذه النقطه بشكل كبير جدا جدا، لانه افتقرنا لوقت طويل جدا لمساله المعايير دي. يعني انا ممكن يكون حضرتك في عمل وزميله اخرى، وتجدي انه رئيسك في العمل يعني سواسيه، لا يتم تقديرك قدر عملك، في اختلال في المعايير. يمكن بعض الناس بتفسرها كده بشكل بالكوسه، او اصل ده ده حبيب الرئيس مثلا اللي هو بيشتغل رئيسه في العمل او كده. يعني المساله دي هي مساله المعايير دي بتعمل احباط للناس، بتعمل جدا. حاله من عدم وضوح الرؤيه، انهيار بقى فكره العمل والطموح وتحقيق الذات. لا انه بقى في امور تانية هي اللي بتخلي الانسان يرتقي وعدم في عمله. نجاح العمل الجماعي. لا ما لأن أنا خلاص إزاي هو أشتغل؟ مش هينجح بقى. ما لا، هو انا ازاي انجحك وانا شايفه ان المقياس بتاعك غير مقياسي، وان انت بتشتغلي اقل مني او بطريقه جوده اقل من الجوده اللي انا بشتغل بيها، ومفيش معيار ثابت للحكم عليا انا وانت واحنا الاثنين هنشتغل في جروب واحد. بالظبط. بل بالعكس، ده أنا لو لقيت ادنى فرصه ان انا هضربك. هوقعك. فالمعيار بيوقع العمل كله لو مش موجود. عايزه اقول زي القضاء، المفروض ان احنا في القضاء بنقول ان ما بيتحكمش على شخص باسمه ولا بنسبه ولا بحسبه، ولكن باوراق بتقدم للقضاء حسب الورق. تمام. افترضنا ان ده شيء صح وطبيعي او القضاء بيعمله، مم. المفروض يطبق على جميع انحاء الجمهوريه مم. في كل الاعمال. ان انا اقيس بمقياس ورق، بمقياس جوده، بمقياس معيار ثابت. أيوة. دون النظر الى الاسماء ولا الاشخاص. طب هو مش ولا المفترض ان الأشكال. المعايير دي موجوده بشكل اساسي في الحياه يعني؟ طبعا يعني ولكن من يتخطاها هل يعاقب؟ ايوه من امن العقاب اساء الادب. طبعا. وفعلا بتتخطى في جميع الاماكن، مم. لانها لو لم تخطى هيعاقب المخطئ، بالظبط. هيساب الشخص الكويس او الناجح او الايجابي. وده فالاتنين من هيبقوا شأنه عبرة. تعزيز الافكار الصحيحه طبعا. وتهميش الافكار الخاطئه. لكن انا دلوقتي في لكن انا أغلب بعلي الافكار المصالح- الخاطئه. ويا ريته بس انا في اغلب المصالح او الهيئات الحكوميه اللي بيحصل ان الموظف الحكومي عارف انه محدش هيزعزعه من مكانه، ان انا موجود هنا. اقصى حاجه هتعملها ايه؟ حتى بينظر الى القائد بتاعه او رئيس المنظومه او رئيس المصلحه او المدير على انه موظف زيك، وبالتالي انا عندي تقارير سريه وكله بينجح وكله بيترقى وعمليه دوريه وسلم وظيفي روتيني تقليدي. ما فيهوش فرصه للتكافؤ، ما فيهوش فرصه لان انا ايوه بس أبدع وأبتكر. مساله السلم الوظيفي دي تكاد تكون المعيار الوحيد الثابت. ما هو ثابت بلا معيار. يعني هو ثابت بلا الحاجة معيار. الوحيدة- يعني الحاجه الوحيده اللي حضرتك ممكن تقولي ممكن حضرتك تكوني مديره يعني وزميله، لا ان انت اقدم. يعني هو ده الحاجه الوحيده اللي دلوقتي ده اقدم ولكن ليس اجود. ماشي. ده يمكن في القطاع الخاص ربما تتبع افضل من القطاع الحكومي. وانا هنا ما بتكلمش لان عن هو القطاع بيدور الخاص. على صالح عمله، بالظبط. لان هو عايز انتاج، هو عايز نجاح في بالظبط عمله. كده. هو مش مساله مش ماشيه قصة إنك تترقى. بشكل يعني روتيني فقط. بالظبط. فانا عايزه اقول ان احنا ونرجع لكلامنا الاولاني، اذا كنا احنا بنفرح لانجاز قناه السويس، واذا كنا احنا بنسعد بان احنا عملنا انجاز في جزئيه معينه، انا غير مفقهه من الناحيه الهندسيه او الماليه، ولكن عايزه اقول ان احنا بنتكلم عنه كانجاز. انا مش عايزه اشوف الناتج بقى المالي ولا الهندسي ولا هينفع مين ولا مش هينفع مين. انا عايزه اقول اعتبروه رمز، اعتبروه رمز للكفاءه، رمز ان انا انجز، رمز ان انا معلقش اخطائي على شماعات الغير، رمز ان انا اعرف ان انا مصري واقدر. لكن كوني افرح بهذا الانجاز وانا في عملي البسيط لا انجز، يبقى انا لا استحق هذه الفرحه. صحيح.
يعني دي شيء مهم جدا. انا في حاجات صغيره قوي 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 في مصر. انا عايزه اقول لك ان في مشروع مثلا بيقام في منطقه المعادي. المشروع دوت من قبل الثوره، من قبل ثوره 25 يناير. مشروع مد شبكه ميه من التجمع من نهر النيل للتجمع. المشروع ده تم تغيير المهندسين اللي قائمين عليه والمواسير بتاعته اكتر من 3-4 مرات بهدر ملايين. المشروع ده من امتى؟ من قبل ثوره 25 يناير الى الان، يعني بقاله كام سنه؟ اكتر من 5 سنين 6 معقوله سنين ما بقى. يساويش حفر قناه السويس؟ اللي انجز ده مصري، اللي ما انجزش ده مش مصري. ما انجزوش ليه؟ انا عايزه اقول دي بقى لازم قناه السويس تبقى رمز وعلامه وليست فرحه فقط. مش هنقعد نفكر هي بتصل بين ايه وايه وهتوفر كام مليون وبعد كام سنه. ده لا يعنيني الان كمواطن مصري. يعنيني ان انا اثبتت الى العالم ان انا قادر. لابد ان اثبت داخل بلدي كمان ان انا قادر. حضرتك اشرتي في كلامك لمساله الهدف، انه لما بيكون في اداره يعني قويه مع هدف، وده ابلغ يعني نموذج لده طبعا قناه السويس. في اداره قياده عارفه بالظبط هي عايزه ايه في توقيت قد ايه والناتج هيكون ايه، وفي بقى كل الناس اللي بتشتغل بهدف انها تنجز هذا العمل على اكمل وجه في التوقيت المحدد. هذه المساله بقى يعني حينما بقى تنسحب على باقي المؤسسات الحكومية ويعني وحياتنا كلها بشكل كامل في الحياة العملية، ليه ما بنلاقيهاش بتحقق هذا النجاح؟ علشان احنا ما عندناش هدف. والمشكلة بقى ان احنا بننظر الى الهدف كحلم كبير، ولكن ما بنقسمش الهدف الى اهداف صغيرة. خلي بالك ان انا عايزة انجز شيء معين، فبنظر له على انه قمة الهرم، مش هقدر اوصل لها. لكن بتتلاشى من ذاكرتي ان قمه الهرم مكونه من مجموعه من الحصى. طبعا. فانا انظر الى حصى حصى، واحده واحده، طوبه طوبه، انجز جزئيه توصلني الى الهدف الاكبر. والانجازات الصغيره بتحقق لي سعاده وراحه نفسيه وامل وتفاؤل ان انا اقدر اوصل لقمه الهرم. بالظبط. لكن احنا عندنا احلام، انا عايزه اعمل كذا، انا عايزه اعمل كذا، انا والله نفسي اعمل كذا. طب ها يعني ابدا. اول شيء تقدر تعمله عشان تحقق حلمك هو ان انت تصحى. ايوه. اصحى عشان تحقق حلمك. لكن انت نايم وعمال تحلم. حط الهدف لكن ابدأ في تنفيذه بسرعة. وابدأ وقسمه لأهداف صغيرة عشان ما تحسش بالعجز ناحية الهدف الكبير. وجمع المجموعة اللي معاك كلها تبقى عارفة هدفك ايه، ما تبقاش انت في وادي وكل منظومة عملك في اتجاه تاني خالص. وفي الاخر تقول لهم انا عارف الفكر، انا عارف الموضوع، انا عارف انا بخطط لايه. لا انا اسفة، انا ما اقدرش اساعدك في الموضوع دوت الا لما انا كمان ادرك، لان شخص عندي عقل وعقلي هو اللي هيساعدك، مش مجرد ان انت المخ وانا العضلات، يعني ما ينفعش. بالظبط. بعد تحقيق الهدف، وده مهم قوي للهدف على فكره، ودي احنا بقى بنجهلها، تقييم خطوات النجاح او تقييم الناتج النهائي. انا وصلت، ايه اللي حصل بعد ما وصلت لهدفي؟ لو ما وصلتش ليه؟ يا ترى انا محتاج مرونه عشان اغير خطتي ولا لا؟ صحيح. طب لو حتى وصلت، المجهود والوقت اهدرته ولا وفرته؟ عشان بعد كده لما يبقى عندي مجموعه اهداف اخرى ابقى استفدت من الانجاز الاولاني. الامر ده بينطبق على كل الاعمار، بينطبق على كل يعني الجهات. يعني الكلام اللي حضرتك بتتكلميه ده ممكن يناسب مؤسسه، وممكن يناسب شخص في حياته العمليه، ممكن يناسب شخص خلاص اتعود بقى طول حياته على هذا الروتين وهذه الطريقه القديمه في العمل، ويناسب ايضا شخص لسه في بدايه حياته في مؤسسه جديده. يعني هل هو مناسب للجميع ام انه هو لا في ناس خلاص يعني لا بالنسبه للاعمار، بل بالعكس، ده انا لابد ان يتم التخطيط والتعليم، تحقيق الاهداف للاطفال من الصغر. لان لو ما تعلموش ده من الصغر هيبقى صعب قوي تعليمهم لما يكبروا. ده المفروض في اشيائهم البسيطه، في حياتهم البسيطه الصغيره لازم اعلمهم يبقى عندك هدف في الحياه. يعني احنا حتى في تعليمنا لاولادنا وهم بيذاكروا، احنا ما بنقول لهمش هدف انت عايز تطلع ايه ونفسك تطلع ايه، طب تعالى نخطط لكذا عشان تطلع كذا. لا احنا ذاكر، انت لازم تذاكر عشان لازم تنجح. مش بحط في دماغه هدف معين، لا هو يبقى عارف هو بيذاكر ليه، لازم بيذاكر ليه وعشان تحقق ايه وعشان تبقى ايه، ولازم انت شخصيا تبقى بتحلم بده. احنا بنحمل اولادنا تبعيات احلامنا. انا بحلم ان ابني يبقى دكتور فانا عايز يطلع دكتور، ما بفكرش اساله انت بتحلم بايه بالظبط كده. ادي بالنسبه للاولاد الصغيرين. بالنسبه للناس الكبار، احنا عندنا خطأ شائع ان التخطيط وتحقيق الاهداف والحياه المنظمه هي حياه رجال الاعمال والقاده.
لا بالعكس، ده من اصغر عامل لاكبر شخص لازم يبقى عنده نفس المنظومه ونفس المعلومه بالظبط. عشان يقدر يساعد ويشترك في بالظبط، الناتج. هو ده اللي هيدي روح الجماعه في العمل، وهو ده اللي ادى لنجاح مشروعات كبيره، وان شاء الله هيكون باب لنجاح مشروعات اخرى قادمه. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره حنان رشدي، استشاري الموارد البشريه. شكرا يا فندم، تشريف حضرتك لينا دايما في استوديو بيت العيله. واشكر ايضا كل مشاهدينا اللي تابعوا حلقتنا النهارده من بيت العيله. بنعدكم ان شاء الله غدا موضوعات جديده في بيت العيله، كونوا في انتظارنا وتصبحوا على خير.